أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش من أجل تدريب منتخب الجزائر خلفا للمدرب جمال بالماضي. وحسب تقارير صحفية جزائرية فإن بيتكوفيتش الذي يحمل الجنسيتين الكرواتية والبوسنية سيحصل على راتب شهري يقدر بنحو 135 ألف يورو، وهذا المبلغ رغم كونه كبيرا إلا أنه يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة براتبه السابق عندما كان مدربا لمنتخب سويسرا والذي بلغ 300 ألف يورو. وأوضحت التقارير أن عقد المدير الفني بيتكوفيتش يتضمن شروطا إضافية عكس ما كان في عقد المدرب جمال بالماضي، حيث ينص العقد عن مكافأة قدرها 100 ألف يورو حال تأهل منتخب الجزائر إلى نهائية كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، ومنحة 200 ألف يورو في حال التتويج بكأس إفريقيا 2025 بالمغرب، ومكافأة أكبر بكثير قدرها 400 ألف يورو إذا قاد المدرب منتخب الخضر إلى نهائيات كأس العالم 2026 الذي سوف يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. هذا وأفادت مصادر قريبة من المدرب بيتكوفيتش أن أول قرار قرره هو الاستغناء على عدد كبير من اللاعبين الجزائريين المتقدمين في السن، من بينهم النجم رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بنجاح، وذلك من أجل الاعتماد على اللاعبين الشباب. وسيبدأ المدرب السويسري سلسلة مبارياته مع محاربي الصحراء شهر مارس الجاري عندما يلاقي منتخبي بوليفيا وجنوب أفريقيا في إطار الدورة الدولية الودية التي ستنظمها الجزائر، على أن ينطلق في مبارياته الرسمية شهر يونيو القادم بمواجهة غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.